يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء السعادة. هتقول لي مالك سعيد كده ليه؟ هقول لك انا كده كده بكون سعيد وانا بسجل. و يعني احد افضل لحظات حياتي لما بكون واقف بشرح وبوصل معلومة للناس واحس ان فعلا المعلومة راحت لهم. ف يلا بينا نحقق هذه السعادة ليا وليك. تعالى النهاردة هنشرح اول خطوة في طريق الاعلانات. بدايتنا كلنا من الاعلانات جت من هنا. ايه هي دي انا بسميها طريقة المبتدئين في عمل اعلانات. وصدقني مش عيب، تاني كلنا جينا من هنا. اللي هشرحه النهاردة ده كلنا بدأنا بيه. وفيسبوك زمان اصلا ما كانش عنده كل الاوبشنز اللي موجودة النهاردة، يعني من 10 15 سنة ما كانش في كل الاوبشنز دي. ما كانش في اد مانجر اللي هي المدير الاعلانات، اللي هو المكان اللي فيه بقى احترافية وفيه المحترفين بيتعاملوا منه. لا، كان في الاول خالص مفيش الكلام ده، كان كله بيشتغل بطريقه المبتدئين اللي احنا هنشرحها النهارده. فدي مش شتيمه، لازم تبدا معايا من المبتدئين ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنروح على البيج بتاعتنا. انا نزلت بوست من شويه لاي منتج، يعني كان اي صور كده نزلتها من على النت وكتبت اي كلمتين. دي ده منتج بيقطع خضار وسلطه وبطاطس وحاجات زي كده. اعتقد كتير منكم شافوا المنتج ده قبل كده يعني. طيب، فبتنزل البوست عادي خالص، بس سواء اللي هو البوست عبارة عن صور او فيديوهات بتنزله، وبعدين بتروح على هذا الزر العبقري اللي هو ترويج المنشور بالعربي، او البوستنج بوست، او بوست بالانجلش. ترويج المنشور يعني بقول لفيسبوك لو سمحت من فضلك انا عايز هذا المنشور او هذا البوست يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. طبعا انا النهارده عندي صفحه فيها زيرو فولو زيرو لايك، فمحدش شاف البوست ده. لو دخلت على الانسايتس دلوقتي هتلاقي اللي شاف البوست ده انا بس. محدش شاف البوست اصلا غيري، وما حسبنيش حتى. مفيش ولا ريتش ولا فيوز ولا انتراكشنز ولا اي حاجه خالص، ولا تفاعل، ولا حد شاف ولا حد وصل له اصلا البوست. طب عشان نوصل بقى البوست ده للناس نعمل ايه؟ نعمل ترويج للمنشور او بوست. نضغط عليها. فبص وداني على صفحه كده اسمها ايه؟ كرييت اد. هو بينشئ اعلان لهذا المنتج. طيب، او لهذا البوست، يعني ايا كان بقى، في منتج في خدمه زي ما انت عايز. ممكن تكون انت مثلا ماسك صفحه محامي بتسوق لها، فمفيش منتج يتعمل لكن في خدمه بتتقدم. فالكلام واحد، المنتجات او خدمات، الشكل هو بالظبط. هنا اول حاجه بيقول لك الجول ايه او الهدف ايه من هذا الاعلان. فهو مختار لك باي ديفولت اوتوماتيك، مختار لك جيت مور مسجز، يعني احصل على رسائل مسجات. عايز اعلان رسائل، يعني ايه؟ يعني الناس هتبعت لك رسائل تسال على المنتج ده وتعمل اوردرات من خلال الماسنجر او الانبوكس. طيب، طب هو في تاني غير كده؟ اقدر اعمل تشينج. هيطلع لي ثلاث حاجات. الاختيار الديفولت اللي هو المسجات اللي هو اختاره بالفعل، وفي اختيار انجيجمنت يعني تفاعل، جيت مور انجيجمنت يعني احصل على تفاعل اكتر، او ان انا جيت مور ويب سايت فيزيتورز يعني احصل على زيارات للويب سايت بتاعك. بالبلدي هو كده حاطط تاج هنا اسمه ترافيك، تاج اسمه انجيجمنت، وهنا تاج لو محطوط هيبقى اسمه مسجز. بالبلدي ده اعلان رسائل، ده اعلان تفاعل، ده اعلان زيارات او كليكات. طيب، انا اعلم اول سؤال هيجي في ذهنك. انا اعلمه ليه؟ لانه جه في ذهني قبلك. آه، انهي احسن؟ انهي احسن اعمل اعلان رسائل، ولا اعلان تفاعل، ولا اعلان زيارات؟ بص يا صديقي، اتفقنا سابقا انه اي مره اسالك فيها انهي احسن، ولو انت رايح انترفيو واتسالت في اي مره انهي احسن، تقريبا في 99% من الحالات او 100% من الحالات هتلاقي الاجابه انه مفيش حاجه اسمها احسن. كل حاجه ليها استخدامها. لانه بالبلدي هو لو الرسائل احسن من التفاعل، هو سايب التفاعل ليه يعني؟ منظر؟ شياكه واناقه؟ لا، اكيد ليه استخدام ينفعك او ما ينفعكش. تمام، يبقى الاحسن ليك مش احسن لغيرك، واللي بينفع مع غيرك ما ينفعش معاك، وبالتالي مفيش تعميم. فمفيش حاجه اسمها الرسائل احسن من التفاعل، ال الكليكس الترافيك احسن من الرسائل. ملهاش ملكه، كل حاجه ليها استخدام. طب انا اعمل ايه؟ بص يا صديقي، اولا اعلان الرسائل بيروح للناس اللي اصلا
بيزد اون اكتيفيتي بتاعهم، يعني بناء على نشاطهم على الفيسبوك متعودين يبعتوا رسائل. يعني ايه الكلام ده يا سامر؟ هقول لك. فيسبوك بيراقب كل الناس، مش فيسبوك بس الحقيقه، يعني اي منصه سوشيال ميديا انت تعلم جيدا ان هي بتراقبك وبتشوف نشاطك. وبلاش اخش في اماكن اعلى من كده، يعني اقول لك وبتسجل كلامك والكلام ده. خلينا نقول الليفل المعلن الرسمي الصريح ان هو بيتراك اليوزرز. بيتراك يعني ايه؟ يعني بيشوف الاكتيفيتي بتاعتهم، فتح ايه، عمل لايك لايه، عمل كومنت ليه، لما طلع له اعلان بعت رساله ولا ما بعتش رساله، لما طلع له فيديو شافه كام مره، لما طلع له 10 فيديوهات شاف كام مره فيديو كام فيديو منهم. ففي واحد شاف 10 فيديوهات كلهم، واحد شاف 7 بس، واحد شاف 2 بس. فبيعلم ان الراجل ده بيحب الفيديوهات، ما بيحبها نص نص، ما بيحبهاش خالص. اما طلع لك لينكات دوست عليها ولا ما دوستش، فبيعلم عنده، بيكتب عنده طبعا في داتابيز الكترونيه، مش واحد قاعد بيكتب وراك. فبالبلدي الفيسبوك فاهم وعارف كل يوزر، كل مستخدم بيعمل ايه. فانا لما بقول له انا عايز اعمل اعلان رسائل، انا بقول لفيسبوك طلعني للناس اللي بتحب تبعت رسائل. وبالمثل لما اقول له اعلان انجيجمنت اللي هو تفاعل، بقول له طلعني للناس اللي بتحب تتفاعل مع المنشورات، تحط لايك، تحط كومنت، تعمل شير، كلام لطيف زي كده. وكمان لما اقول له هات لي ويب سايت فيزيتورز، بقول له هات لي اعلاني او طلع اعلاني للناس اللي بتحب تكليك على اللينكات وتفتح مواقع خارجيه. هذه هي الاعلانات. محدش بيقول الكلام ده في السوق للاسف. بيقول لك الرسائل احلى حاجه. الرسائل اكتر حاجه مستخدمه، مش هقدر انكر ذلك، ولكن الاصل ايه؟ الاصل ان الفيسبوك بيطلع لك الاعلان بتاعك للناس اللي بتحب النوع ده من الاعلان. لو رسائل هيطلع لبتوع الرسائل، لو تفاعل يطلع لبتوع التفاعل، لو ويب سايتس يطلع لبتوع الترافيك والكليكات. حلو الكلام. فما فيش حاجه اسمها مين احسن. عايزين نبدا بالرسائل اوكي، عايز تبدا بالتفاعل اوكي، عايز تبدا بفيستورز برضو حسب. نقطه تانية مهمه جدا، حسب انت عايز ايه من الاعلان. في واحد مثلا بيحب يعمل ايه؟ يحب يعمل اعلان تفاعل في الاول على المنتج، على البوست، ب 50 جنيه، ب 100 جنيه، يلم له ايه، 200 لايك على 50 كومنت، ويرد على الكومنتات فيبقوا 100 كومنت، عشان طبعا عدد الكومنتس بيظهر كل الكومنتس حتى لو انت رديت على الناس. فدي حاجه ظريفه جدا انك بتدبل عدد الكومنتس، والناس بتشوف المنظر من بره بتلاقي 100 كومنت، 200 كومنت، 1000 كومنت. اذا ده حاجه مرغوبه. فتلاقي حد يقوم رايح عامل اعلان تفاعل قبل اي حاجه، يوم يومين، ب 50 جنيه، ب 100 جنيه، ب 200 جنيه، ايا كان الرقم، عشان بس يجيب الرجل كده ايه على البوست. وبعدين يقوم طافي الحمله دي ورايح مشغل حمله تانية رسائل. فالناس بقى لما تبدا تبعت رسائل، بدل ما تشوف البوست اقرع كده، بص البوست اقرع ازاي، زيرو لايكس، زيرو كومنتس، فيش شير، فيش تفاعل، فيش اي حاجه، اللي يبدا يشوف ايه، يبدا يشوف لا والله ده البوست عليه شويه لايكات وشويه كومنتات وشويه ايه، تفاعل ظريف. اذا في كلام. اكيد الناس دي اصل يعني دايما البني ادم بيفكر بسلوك الايه القطيع. الناس دي كلها بتسال عن منتج، يبقى اكيد المنتج حلو. ما اكيد الناس دي كلها مش تلبس. طبعا كل ما يزيد عدد الكومنتس، 1000 كومنت، 2000 كومنت، 3000 كومنت، 5000 كومنت، ده بيدي بقى ثقه رهيبه ان خلاص المنتج بتاعك او البوست بتاعك هيصير لوحده. طبعا ده ما بيجيش في يوم وليله، ده بيجي على شغل مدد طويله، قد تكون ايام، قد تكون اسابيع، قد تكون شهور، على حسب الفلوس اللي هتدفعها. طيب عشان ما اطولش عليك، قول طولت. يبقى انت هتختار اللي انت عايزه حسب وجهة نظرك، حسب البلان او الخطة اللي انت حاططها. طيب احنا هنشرحهم واحدة واحدة وبعدين نشوف. اول حاجة الرسائل. فلو انا رسائل هقول له ايه، سيف، او مش هغير حاجة اصلا من الاول، وساعتها هيبدأ يسألني على شوية حاجات، والحاجات دي هتختلف. حاجات منها هتختلف لما اقول له انا عايزه انجيجمنت. بص في هنا حاجات اختلفت اهي. وبرضه هتختلف لما اقول له عايزه ايه، عايزه فيزيتورز، برضه في حاجات هتطلع مختلفه تماما على بص المنظر بقى عامل ازاي، مختلف خالص. فهنشرح واحد واحد في هذا الفيديو عشان ما اطولش عليك. هو اختار جيت مور مسجز، تعال نشوف الاوبشن بتاع المسجز عامل ازاي. طيب اول حاجه هنا بيقول لي اختار المسج تمبلت. ايه المسج تمبلت دي يا جماعه؟ الرسالة اللي هتروح للزبون أول ما يكليك على
الاعلان بتاعك ضغط على زرار سند مسج كده او عمل اي اكتيفيتي، هتقوم على طول رايحه له تمبلت يعني ايه؟ يعني مسج ثابته. قالب تمبلت اصلا معناها قالب يعني ايه؟ مسج ثابته هتروح لكل العملاء. تقدر تتحكم فيها طبعا، ممكن تقول له edit وتتحكم في الاوبشنز دي، او هو هنا مختار حاجه اسمها ديفولت اللي هي الاساسيه، ممكن تقول له كرييت نيو، وانا بفضل نعمل كده اكتر عشان ننزل كده تحت ونسميها مثلا القطاعه. يبقى التمبلت دي بتاعه مين؟ بتاعه القطاعه، واقول له سيف. حلو الكلام. يبقى انا كده هيظهر لي هنا تمبلت اسمها القطاعه. ممكن اقول له كرييت نيو لو في بوست ثالث على منتج ثالث، واعمل له برده اسم جديد واقول له سيف وهكذا. طب واحده واحده عشان ما اتلخبطش. سواء انت مختار واحده ان انت تعمل كرييت نيو او الديفولت، في كل الحالات احنا هنعمل اديت للكلام اللي مكتوب. اول حاجه هنا في ايه؟ اول حاجه في هنا المسج، طبعا ده الشكل اللي بيظهر بيه الرساله اللي بتروح للعميل. اول حاجه هنا بيكون الجريتنج. يعني ايه الجريتنج؟ يعني التحيه. يعني بتقول له اهلا بحضرتك يا فندم. الكلام اللي انت هتكتبه هنا بص هيظهر للعميل بهذا الشكل. فهنا بكتب له ايه؟ بكتب له التحيه اللي بكتبها له، اهلا بحضرتك يا فندم، القطاعة المندولين متوفرة بلونين أبيض وأحمر مثلا، وسعر القطعة شامل مصاريف الشحن مثلا 250 جنيه وليكن. اكتب اللي انت عايزه، انا بكتب اي كلام حاليا يعني. طيب عندك هنا 2 اوبشن تستعملهم. اوبشن نمبر 1 هو الايموجيز، انك تاد ايموجي. ويفضل حاجتين: واحد انك تستعمل الايموجيز في شغلك، 2 انك لا تكثر من الايموجيز. تاني، يبقى انا استعمل ايموجيز ولا لا؟ استعملها. طب اكتر منها؟ لا ما اكترش منها. لو سمحت، البوستات البروفيشنال بتستخدم الايموجيز ولكن بشكل حكيم جدا، يعني قليل، تحط مره مرتين شكرا على كده. الحاجة التانية ان انت ممكن تعمل من هنا حاجة اسمها تخصيص للعملاء. بدل ما تقول له اهلا بحضرتك يا فندم، ممكن تقول له اهلا بحضرتك يا استاذ، وتضغط هنا على البلس وتقول له first name of recipient, surname of recipient, full name of recipient او name of the page. ايه بقى الكلام ده؟ هو انا ينفع لما يبعت لي حد اسمه محمد اقول له اهلا بيك يا محمد؟ لما يبعت لي حد اسمه ابراهيم اقول له اهلا بيك يا ابراهيم؟ ينفع. طب وازاي؟ ده التمبلت دي ثابته هتروح لكل العملاء. هنا وفر لك اوبشن ظريف جدا. ايه هو؟ انك لما تضغط هنا وتقول له فيرست نيم، اسف بس هرجع كده بالماوس هنا واقول له فيرست نيم، هنا ايه اللي حصل؟ قال لي اهلا بحضرتك يا استاذ. وهو عشان انا حاليا فاتح فيسبوك باسم الوفير دوت كوم، اختار اول اسم من الاكونت نيم بتاعي. فالمسج لو المسج دي رايحه على الاكونت اسمه ابراهيم فتحي، هيلاقي المسج بتقول له اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. لو رايحه المسج دي لواحد الاكونت اسمه ساره ابراهيم، هيلاقي المسج بتقول له اهلا بيكي او اهلا بحضرتك يا استاذه ساره. يبقى هنا اوتوماتيك انا بقول لفيسبوك طلع في المسج دي اول اسم من اسم العميل، وكل واحد باسمه. ساره يتقال لها يا ساره، وابراهيم يتقال له يا ابراهيم. حلوه. طب بلاش، ممكن نخليها ايه؟ السير نيم اللي هو تاني اسم. طبعا دي غير مستعمله في مصر. بره بينادوا بعض بالاسم التاني دايما. او هنا مثلا في مصر لما تلاقي مثلا واحد اسمه احمد منصور بيتقال له يا منصور مثلا، يعني نفس الكونسبت كده. فممكن تخلي الاسم التاني بدل الاولاني، ودي قليله الاستخدام، ما استخدمهاش. تستخدم الفيرست نيم، تستخدم الفول نيم. الفول نيم ده الاسم كاملا، فيقول لي اهلا بحضرتك يا استاذ الوفير دوت كوم، اسمي كله. هنا مش بستخدم اسم البيج يعني عشان انا فاتح الفيسبوك حاليا باسم الوفير دوت كوم. لما اكون فاتحها باسم سامر محفوظ هيقول لي اهلا بحضرتك يا استاذ سامر محفوظ. فاهم كده؟ طيب، فيا اما انت تختار الاسم الاولاني او تختار الايه؟ الفول نيم. فلو هو اسمها ساره ابراهيم اسمها ساره ابراهيم على بعضها كده. كمان ممكن تقول له هنا كمان في التخصيص انك تحط نيم اوف ذا بيج. ممكن تقول له احنا مثلا بنوفر لك في صفحه، تحط نيم اوف ذا بيج. هنا ساعتها ايه؟ هيعمل تاج كده لاسم الصفحه. ما لهاش استخدام قوي الحقيقه عشان ما اكذبش عليك، ولكن ده اوبشن موجود انا بشرحه لك.
اكتر اوبشن بيستخدم هنا ايه؟ ان انت تحط تخصيص للعميل عن طريق ان انت تقول له اسم العميل الاولاني او الاسم الكامل للعميل، يا الفيرست نيم او الاسم يا الفول نيم. ده بصراحه اكتر حاجات انا بستعملها. فهنا احنا قلنا له ايه؟ ده الجريتنج. طب وبعد الجريتنج بيجي ايه؟ بيجي شويه كويستشنز يعني اسئله ممكن توفر وتسهل على نفسك وعلى العميل باستخدام هذه الاسئله. ايه هي؟ العملاء دايما بتسال على ايه؟ على حاجات غالبا معروفه. يعني حضرتك بتبيع شوز، فغالبا بيسال على الالوان، بيسال على المقاسات، بيسال على السعر، بيسال على سعر الشحن. دول اكتر 4 اسئله او 3 اسئله دايما بيتكرروا على البيج. فانا اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اقوم جاي هنا رايح عامل سؤال عاوز اعرف سعر المنتج كام. اقول له هنا الانسر سعر المنتج يا فندم 250 جنيه شامل مصاريف الشحن حتى باب المنزل. طب الجملة دي ظهرت فين هنا؟ ما ظهرتش، ومش هتظهر غير لما حد يكليك هنا كده على عاوز اعرف سعر المنتج كام. يعني لما يجي عميل يخش على البيج هيظهر له في الاول المسج دي: اهلا بحضرتك، وسؤال 2 3 تحت بعض. لو الراجل ضغط على الزرار ده اللي مكتوب فيه عاوز اعرف سعر المنتج كام، هيجي له لوحده تلقائي اوتوماتيك رد منك كانك انت اللي رديت، بتقول له فيها سعر المنتج يا فندم كذا كذا كذا. طيب ايه الالوان المتاحه؟ متوفر عندنا لونين ابيض واحمر. انا بقول اي كلام دلوقتي، انا بس بشرح لك الكونسبت. طيب سعر الشحن كام؟ سعر الشحن مجاني مثلا داخل تمن القطعه. شوف انت عايز تكتبها ازاي وتصيغها ازاي زي ما انت عايز. فكده بقى العميل بيظهر له تحيه في الاول ظاهر فيها اسمه، كلام جميل جدا، ثم ظاهر له كلام بيعرفه معلومات مبدئيه عن المنتج. وهتلاقي مثلا انت كاتب سعر المنتج هنا والعميل داخل يقول لك عايز اعرف سعر المنتج تاني. عادي جدا، ده الطبيعي، ما تزعلش من الحاجات دي، تأقلم عليها. ف ظهر له كمان 3 اسئله من الاسئله الاكثر شيوعا، هم دايما بيسموها الاف اي كيو او الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، الاسئله الاكثر شيوعا. خد مني برضو المصطلح ده عشان ايه؟ يعني اديك تبقى عارفه، مش هيخسر. في حاجه اسمها اف اي كيو اللي هو الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، الاسئله الاكثر شيوعا او الاكثر سؤالا. فانت هنا بتلم ايه؟ بتلم الاكثر اسئله بتتسال عنها. انت بتبيع برضو تيشيرت، فالناس عايزه تعرف المقاسات ايه، الالوان المتاحه ايه، سعر المنتج ايه، خامه المنتج ايه. طب هنا هو موفر لي كام سؤال؟ 3. انا لو عايز اضيف سؤال رابع اعمل ايه؟ اهو يا باشا ادا كويستشن بقوا 4 اسئله: خامه المنتج ايه، اكتب هنا اللي انت عايزه. كده بقى عندك 4 اسئله. طب انت عايز تخليهم سؤالين بس، اهو يا باشا ادي اكس اهو وادي اكس اهو، بقوا سؤالين بس. انت تقدر تتحكم زي ما انت عايز في التمبلت بتاعتك. خلصت؟ اديها اسم وقول له سيف. طب اديها اسم ليه؟ عشان قدام لما يبقى عندك 4 5 6 7 10 منتجات شغال عليهم، وعامل لكل منتج او لكل بوست منهم تمبلت، ففي تمبلت اسمها القطاعه، وتمبلت اسمها القشاره، وتمبلت اسمها شوز نايك، وتمبلت اسمها ترنج اديداس. فخلاص كل واحده متسميه باسمها ومتظبطه بقى بسعرها وباسئلتها وكل حاجه. بعدين ترجع ايه؟ تختارهم وخلاص وانت بتعمل اعلان. ما تقعدش تعمل كده في كل مره. انت خلاص هتسيفها باسم معين وتقول له سيف، شكرا، ده التمبلت اللي هتظهر للعميل. طيب فاحنا كده اخترنا ان احنا هنجيب اعلان رسائل، وعملنا التمبلت اللي هتظهر للعميل اول ما يدوس على المسج. هنا بيبدا يقول لك طيب ايه هي الابس، ايه هي التطبيقات اللي انت عايز الاعلان يظهر عليها. هنا ممكن اطلعك اعلانك على الماسنجر، ممكن اطلعك اعلانك على الانستجرام، ممكن اطلعك اعلانك على واتساب. طيب شايف المنظر ده والمنظر ده والمنظر ده؟ حد يقدر يقول لي ليه عند الماسنجر عمل صح باي ديفولت ما تتغيرش،
وعندي انستجرام عمل صح ممكن تتشال وممكن تتحط، لكن عندي واتساب مفيش صح اصلا، وقف الفيديو كده مع نفسك نص دقيقه وجاوب. انا هجاوب على طول دلوقتي، لكن انت لو سمحت وقف الفيديو كده لحظه، لو انت مش عارف الاجابه وقف وفكر على ما توصل لها وبعدين شغل الفيديو تاني. ايه الاجابه؟ لانه بمنتهى البساطه احنا اصلا عاملين اعلان رسائل، وانت حاطط في البوست اصلا زرار اسمه سند مسج، فباي ديفولت هو اختار لك الماسنجر، لان ده اساسا هو الاساس. اعلان رسائل على منشور فيه زرار اسمه سند مسج، يبقى هيروح فين؟ هيروح على تيك توك؟ لا اكيد هيروح على الماسنجر، فهو اختارها باي ديفولت، ما ينفعش تغيرها اصلا. طيب انستجرام واتساب، ليه طلع انستجرام عندها صح ممكن يتشال، وليه طلع واتساب ما عندهاش صح اصلا؟ لانه انستجرام احنا ربطناه اوريدي بالبيج، فاكر احنا رابطين انستجرام بالبيج، فبالتالي طلع صح ان انا ممكن ابعت رسائل ايضا على انستجرام، او اخلي الزباين تبعت لي رسائل على انستجرام زي ما بتبعت لي رسائل على الماسنجر. طب اقدر اشيلها؟ اقدر اشيلها. ممكن اقول له انا عايز الاعلان يبقى طالع على الماسنجر بس، او اقول له لا يا باشا صح هنا وصح هنا، عايز يطلع على ماسنجر وعايز يطلع على انستجرام. طب ليه واتساب ما طلعش جنبه علامه صح؟ لان احنا لسه ما عملناش كونكت ما بين الواتساب والبيج. شرحنا ازاي بس ما عملناش عشان ما كانش معانا رقم نجرب بيه. لكن لو انت رابط الواتساب كمان بالبيج هتلاقي هنا علامه صح زي دي بالظبط، تتشال وتتحط. لكن دي الوحيده اللي ايه، اللي ما ينفعش تتشال، لان الاعلان اصلا اعلان رسائل، فباي ديفولت رايح على الماسنجر. عايز تضيف عليه انستجرام او مش عايز انت حر، عايز تضيف عليه واتساب او مش عايز برضو انت حر، لكن في الاساس هيروح لفين؟ لماسنجر. طب يظهر هنا السؤال العبقري، يا باشمهندس امرني يا باشا، هو اي احسن ماسنجر ولا انستجرام ولا واتساب؟ مفيش حاجه اسمها احسن، تجربتك هي اللي هتقول والله العملاء بتاعتي بتيجي من انستجرام اكتر. تجربتك هي اللي هتقول والله انا ببيع منتج مثلا فاشن فالانستجرام بيبيع معايا احسن. لا ببيع منتج مش عارف عامل ازاي، لا الماسنجر هو الافضل. لا ده ببيع خدمه، لا يا باشا انا عايز الراجل يجي لي على واتساب بقى كده واخد رقمه ونعمل مع بعض صحوبيه واضرب معاه بونت صحوبيه وبتاع والكلام ده. فكل حاجه ليها حاجه، مفيش حاجه اسمها ماسنجر احسن من انستجرام ولا واتساب احسن من ماسنجر. كل واحده بتشتغل بشكل مميز في حتتها، انت اللي تقول من تجربتك، تجرب وتشوف الرسائل اللي بتيجي على الواتساب احسن ولا ماسنجر احسن ولا ارخص ولا اغلى. كل واحد هيكون ليه تجربته وانت اللي لازم تجرب بنفسك. طيب يبقى انا هنا هختار الاماكن اللي هيظهر فيها الاعلان بتاعي سواء ماسنجر او انستجرام او واتساب او كلهم لو انت عاوز، مفيش مشكله. طبعا لو كلهم كلام سابق الاول معلش انا اسف، بس لو كلهم يبقى البادجت اللي هي الفلوس بتاعت الاعلان اللي انت هتقول للفيسبوك اصرف لي في اليوم 100 جنيه 1000 جنيه ايا كان الرقم، هتتقسم على الثلاثه. يعني لو بتصرف في اليوم 100 جنيه وحاطط ماسنجر وانستجرام يبقى هيصرف هنا جزء وهنا جزء. طب هنا 50 وهنا 50؟ لا. طب هيصرف هنا كام وهنا كام؟ ما اعرفش، وانت كمان ما تعرفش. هيسيب ويصرف وهو هيقول لك باشا انا شايف ان الصرف على الواتساب احسن، فصرفت على الواتساب 70 وعلى الانستجرام 10 وعلى الماسنجر 20. هو اللي هيقول لك، هو هيقرر مع نفسه، هو يقسم البادجت بالشكل الذي يحلو له. طب انا ينفع قدام اقول له لا معلش انا اسف انت ما تختارليش، انا اللي اختار يا باشا اصرف كام على الماسنجر وكام على الواتس على الانستجرام؟ لكن لما نخش على الحته بتاعت المحترفين، لكن احنا حاليا في حته المبتدئين ما فيهاش الاوبشن ده. ما اقدرش اقول له باشا طلع لي ده انستجرام واصرف لي عليه كذا، ده يطلع واتساب وصرف لي عليه كذا، ما اقدرش اقسمها. خلاص البادجت اللي هتحطها لو انت مختار الثلاثه هتتقسم على الثلاثه بالشكل الذي يحلو لفيسبوك. كده احنا خلصنا اول حته اللي هي ايه هو الهدف من الرسائل، اسف من الاعلان، اخترنا رسائل. خلصنا الحته الثانيه اللي هي المسجنج او التمبلت الرساله الجاهزه اللي هتروح للعميل. خلصنا الحته الثالثه اللي هي الابس اللي هي القنوات او الابلكيشنز اللي هيظهر عليها الاعلان. التكست خلاص يعني بتاع الاعلان جاهز، فمش هينفع ان انا اعدل فيه لان انا اوريدي عامل بوست جاهز، البوست نفسه نزل على البيج، فمش هقدر ان انا اعدل فيه من هنا حاجه. هنتكلم بعدين على الادفانتج كرييتيف وعلى السبيشال كاتيجوري وعلى الاودينس، ولكن خليهم بقى مع البليسمنت كمان، خليهم الفيديو القادم عشان الفيديو ده طول شويه. فالفيديو القادم هنكمل فيه شرح ازاي نعمل الاعلان الرسائل. وبعد ما نخلص كل الاوبشنز دي
هنرجع نجيب من الاول تاني ونقول طب لو كانت مش رسائل، لو كانت انجيجمنت هيبقى ايه الوضع، وارجع اجيب من الاول واقول لك لو كانت فيزيتورز هيبقى برضو ايه الوضع. انا مش هسيب لك بامر الله فتفوته في الاد مانجر او في الاعلانات عموما غير لما اشرحها لك. خليك معايا الفيديو الجاي على طول، اشوفك هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.